مقاتلات تشق السماء في أقوى عرض عسكري لسلاح الطيران المصري، مثل مفاجأة في القمة العربية الإسلامية التي تستضيفها قطر، والتي على ما يبدو أن مصر قد قررت أن تتخذها فرصة ذهبية لتحويل مواقفها الداعمة للدوحة من مجرد تصريحات إلى أفعال. فماذا فعلت مصر؟ كل ذلك سنعرفه في التقرير التالي في كواليس ما وراء الحدث. احتفاء كبير وتداول على نطاق واسع لمقاطع فيديو مهيبة أظهرت أسرابا من المقاتلات المصرية فائقة التطور في سماء قطر. فبعد مرور أسبوع على الهجوم الخطير وغير المسبوق على الدوحة، والذي شنته إسرائيل بمقاتلاتها الجوية مستهدفة مقر لحركة حماس في الدوحة، وكان يتواجد بداخله أعضاء للمكتب السياسي للحركة لبحث مقترح الصفقة التي قدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب على غزة. بعد وقوع هذا الهجوم، أعلنت قطر استضافتها قمة عربية وإسلامية استثنائية في الدوحة لبحث رد جماعي من الدول المشاركة على هذا الهجوم. ووفقا للمتداول، فإن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيشارك بهذه القمة، حيث من المتوقع أن يطلق دعوة جديدة لتشكيل تحالف عربي عسكري لمواجهة هذه التحديات. وقبيل انعقاد هذه القمة، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لعدد من الطائرات المصرية في طريقها إلى الدوحة لتأمين المنطقة وقت انعقاد القمة للرد على الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف وفد حركة حماس في قطر. وزعم مروج الفيديو أن مصر قامت بإرسال أكثر من 20 طائرة حربية لدولة قطر الشقيقة بزعم تأمين القمة العربية الطارئة في محاولة لتعزيز الردع العسكري وتأمين زيارة الرئيس المصري للدوحة ودعم الأمن خلال انعقاد القمة. وعبر متابعون عن ترحيبهم بهذا الانتشار المصري في سماء قطر لحماية المشاركين بالقمة من أي هجوم قد تقدم عليه إسرائيل، وكذلك توجه رسالة تضامن عربية ومصرية واضحة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بأن قطر ليست وحدها، وأن أمنها من أمن مصر وباقي الدول العربية والإسلامية. وتبحث قمة الدوحة مشروع قرار يدين الهجوم الإسرائيلي، وهو المشروع المقدم من وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية في اجتماعهم التحضيري وفقا لماجد الأنصاري المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية. وأشار الأنصاري الذي يشغل أيضا منصب مستشار رئيس مجلس الوزراء القطري إلى أن انعقاد القمة في هذا التوقيت يحمل رسائل واضحة ويجسد التضامن العربي والإسلامي مع قطر في مواجهة الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مقارا سكنية لعدد من قادة حركة حماس في العاصمة الدوحة. لكن رغم انتشار الفيديو على نطاق واسع، إلا أنه لم ترد أي أنباء أو تقارير من مصادر رسمية مصرية أو قطرية تؤكد صحة ما يتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تواجد طائرات مقاتلة في سماء الدوحة. وحتى الآن ما هي إلا أنباء منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي لم يتم تأكيدها أو نفيها. فهل تعتقد أن مصر أرسلت بالفعل مقاتلات جوية إلى قطر لحماية سمائها من إسرائيل؟ شاركنا برأيك على كواليس ما وراء الحدث واشترك بالقناة.